اهلا بكم في حلقه جديده. بس قبل ما نبتدي حلقتنا النهارده بحب اقول لكم ان انا سايب لكم رابط قناه عالم هنيدي تحت في وصف الفيديو. يا ريت نوصل القناه دي ل 12 مليون مشترك قبل ما نخلص الفيديو بتاعنا النهارده. ويلا بينا نبتدي خدعتنا. طبعا كلنا عارفين الخدعه بتاعتنا النهارده. الساحر بيطلب من الضيف ان هو يختار مشروب. الضيف بيختار عرق سوس. الساحر بيطلع كنز مختلف خالص عن عرق سوس، بس الكنز مقفول. بيفتح الكنز بينزل لنا فعلا منه عرق سوس. ومش بس كده، ده بيمسك الكوبايه اللي فيها عرق سوس بيكبها تاني في كوبايه فاضيه، بتتحول من العرق سوس لسيفن. دي الخدعه بمنتهى البساطه. الخدعه دي مش جديده، كان عاملها اساسا الساحر كريس المصري قبل كده، وكنت عامل حلقه كمان للشرح، بس للاسف الحلقه اتهاجمت بطريقه فظيعه لدرجه ان الناس كانت بتقول عليا ان انا بهبل. ده كله علشان قلت ان في شويه مواد كيماويه ممكن تغير لون وشكل اي حاجه، واديت مثل بالكلور. بس النهارده انا جاي اثبت لكم هبدي ده بطريقه علميه. خلونا نبتدي. الفيديو اللي قدامنا ده بيثبت لنا ان ممكن شويه مواد كيماويه او كام نقطه بالكتير ممكن تغير لنا شكل ولون اي حاجه. كل اللي محتاجينه ماء مقطره وشويه مواد كيماويه بس، وبكده هنغير لون وشكل اي حاجه. لحد كده تمام. واللي حابب يطلع اكتر على المواد الكيماويه دي وازاي بتتعمل، انا هسيب لكم رابط الفيديو بالكامل تحت في وصف الفيديو. ومش بس كده، انا كمان عامل لكم مفاجاه. معانا النهارده لاعب الخفه هينفذ لنا الخدعه بنفس الطريقه اللي نفذها عزام، وكمان هيشرح لنا الطريقه بالظبط علشان يبقى الكلام من مصدر موثوق ومن حد في نفس المجال. خلونا نبتدي نشوف الخدعه. عندك كان ماء، عندك شاي، عندك قهوة، أناناس، يعني عندك أشكال ألوان أطعمة. ماشي، إذا خلط الشدين خلط الشد من النص، تمام، كمان خطط، تمام، خرط، تمام. بدي إياك تسحب لي ورقة عشوائية. أنت حط صباعك على أي ورقة عشوائية من دون ما أشوفها. حط صباعك على أي ورقة، خذها اسحبها، اثنين شوفوها، احفظها. هذا أول ورقة حطها من دون ما أشوفها. بدك تختار أي ورقة عشوائية، أي ورقة بالعجلة، خذ اسحبها اثنين شوفها. الورقة الأولى حطها. المشروب الشوط الأول اللي نقيته، أول مشروب. توت، صح؟ توت البرتقال. طب بس اسمع، بس لو بدنا نعمل زي، شوف تأكد إنه نوع المسكرة شركة، تأكد، صح؟ بس لو تعمل زي هيك نفتحها، نديرها، قرب الكاميرا، يصير توت. يا تمام. نفس الكنزة لو بتعمل زي هيك السفن. لا شوف صار السفن. لا برضه مش سفن، بس لا شوف عصير التوت. لو بنعمل زي هيك ندورها، 1 2 3 السفن. طيب احنا دلوقتي شفنا الكنز مقفول وطلع منه عرقسوس، وازاي العرقسوس يتحول اساسا لسيفن. خلونا بقى نشوف الشرح. بيجيب يوت عادي بتاع جرح، بتجيب بتحط طبعا شوية منها زي ما انتم شايفين. بدك تقلل، تكتر، بدك تعمل مشروب شاي، اي حاجة. طبعا المية، ندير مية عادية أو بتجيب سفن حديد عادي، شو شكله. هاي بصير عندك لون زي هذا كده، غامق كتر. كمية صغيرة من الكلور مش مقصود طبعا، التقليد كمية صغيرة يعني هيك كتير. أنا حطيت، أنا مش عاوزها. قرب الكاميرا، قرب الكاميرا عام. يعني بدي تقريبا زي تسدد ازازة مي زي تمام. تمام. طبعا على الكاميرا بتبين الشيء، المية الكلور هذا يدوب. طبعا خلاص هيك جاهزة كده. طبعا هيك بصير حولت عادي يعني بكل سهولة. الشغل الثاني عشان جبرته كيف يختار الرقمين هذول. طبعا الرقمين هذول نحط اول شيء
توت او اي رقم. طبعا بخربطها خربطه مزيفه، طبعا خربطه زي بدي اقصها زي هيك، وضل عندي الرقمين. اول شيء بخربط زي هيك، بحافظ على الرقمين. طبعا انت بتقدر تحافظ على الرقمين. طبعا لما انا خليته اختار قسمت الشيء زي هيك، خليت في مسافه يعني على الرقم. قلت اختار اي ورقه، بس غير لي رقمي، جبرته يختار هذه، واليوم ورجع لي الكاميرا طلعت شو؟ ايش طلعت؟ توت. جبرت انه يختارها، ونفس الطريقه برضه السفن، اختيار ورقه السفن. ان شاء الله تكون عجبتكم الخدعه، كشف الخدعه. تحياتي لكم، السلام. هسيب لكم رابط صفحة الفيسبوك بتاعته تحت في وصف الفيديو للي حابب يتواصل معاه. الطريقة اللي قدمها الأستاذ غزاوي بتأكد الاستنتاج اللي أنا قلته الحلقة اللي فاتت واللي الناس كتير كانت معترضة عليه، وبتأكد كمان إن شوية من الكلور الصغيرين ممكن تغير شكل ولون أي حاجة. طيب لحد كده تمام، بس يجي السؤال، هو ازاي اساسا الكنز كان مقفول وحط جواه الحاجات دي؟ دلوقتي كل اللي احنا محتاجينه حقنه، هنفضي كل اللي في الكنز عن طريق الحقنه دي والكنز هيفضل مقفول. ولو عايزين نحط جواه اي حاجه تاني هتبقى بنفس الطريقه، سواء نحط ماء مكتره ومعاها شويه كيماويات او نحط شويه ميه عاديه وعليها صبغه يود، ايا كان بالحقنه هنملى الحقنه ونبتدي نفضي في الكنز بتاعنا، وبكده كل حاجه هتبقى في التمام والكنز هيبقى مقفول، ونبتدي بقى نعمل خدعتنا. قبل ما ننهي حلقتنا النهارده بحب افكركم بقناه عالم هنيدي تحت في وصف الفيديو، يا ريت كلنا ننزل نشترك فيها. دي كانت حلقتنا النهارده، ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير، تشتركوا في القناه وتشاركونا في التعليقات بالخدعه اللي انتوا عايزين تعرفوا هي بتتعمل ازاي، ولينك صفحه الفيسبوك تحت. واشوفكم الحلقه الجايه، سلام.